يعني اول طريق ديال الحل، اول طريق ديال الحل دائما هي اون بون دياغنوز. والله ما عارف علاش قلت ان بون دياغنوز، ما فكرت فيها ما حتى شي حاجه، اخر جات ودابا ما عارفش شنو نبني عليها. يعني درت فراني طراسي. اون بون دياغنوز هي اول خطوه في العلاج. ما يمكنش تعالج وانت ما دايرش اون بون دياغنوز. واش ان دياغنوز ولا اون دياغنوز؟ اون بون دياغنوز. واحسن دياغنوز هي اللي تتجي منك انت. ان بون دياغنوز تيفلوت ربك انت يا حارق في فرنسا. وشكون اللي قال لي ولد الحرام اون بلاتي بانيوه؟ شي واحد قال لي اون ولد الذين، قال لي هي هذيك. الله ينعل ربك الكلب، زرفني وشوهني في الغرفه. ان بون دياغنوز ياك ولاد الحرام، والله حاسس بكم دايرين لي كامل تتفلاو على راجل كبير. واش ولا اون؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شي خونا من باربيس يعاوننا، شو ولاد الحرام اون واحد كاتب لي اون، برافو. والله تنقلب عليها بالله. واش اون ولا ان دياغنوز؟ اوكي غنمشي مع وسمحوا لينا الى ضريناكم في ودنيكم. وعلاش حنا هادشي هذا هو الكشف. فاول خطوه للعلاج هو تكشف على راسك. وإلا كان هذا التشخيص التشخيص ماشي الكشف، هذا التشخيص هذا كان منك نتايا، يعني جاي منك، يعني راك ضربتي ثلثي طريق للعلاج. وانا تيبان لي هاد خونا الخواف، هاد خونا اللي فيه الهلع، هاد الخونا المرعود، هاد خونا الجبان، او يبدا يقول لي صافي راه عرفوني مخلوع صافي صافي. هاد خونا اللي فيه تقيف وفيه الرعشه وفيه الفاره الهلعيه، هاد خونا هذا داير الكشف لراسو. يعني هو ديجا عارف بان القضيه حامضه وعارف فين كاين المشكل. فهاد خونا اللي فيه الدهشه عارف المشكل فين كاين. اذا هو ضرب واحد ثلثي الطريق للعلاج. فالثلث الاخر شنو هو انه خصو يلقى لي بوين دو روبير. دوك لي بوين دو روبير هذه هي داوي خاوي. يعني عرفتي ديفينيسيون ديال داوي خاوي هي هادشي اللي تنقول انا دابا. خاصك تلقى لي بوين دو روبير. هاد لي بوين دو روبير خاصك انت تحطهم، يكونوا ضروري يكونوا عندك في اي سيتوياسيون طحتي فيها. خاصك ترجع لي بوين دو روبير باش ما تتلفش، باش ما يوقعش لك الهلع. شنو هما لي بوين دو روبير؟ انا نعطيك واحد المجموعه ديال لي بوين دو روبير باش تعرفهم. اول بوين دو روبير هو انك انت كما قلت قبيله للاخوان، وكاين البعض اللي خلاوهم دي بوين دو روبير وكاين اللي ما فهموهاش. فمزيان من جات هذه الرساله ديالك. اول حاجه هو ما تاخذش راسك بجديه. ما تاخذ لا راسك بجديه، لا الناس اللي حولك بجديه، لا هاد الدنيا هادي بجديه. هذا هو اول بوين دو روبير. حنا غير مجموعه ديال القرادس فوق واحد الحجره طايرين في الفضاء، فلا داعي للخوف. كاين حتى شي حاجه تخاف منها. تمشي عند دابا انجلينا جولي ولا اللي كانت احسن يعني ملكه جمال العالم، تمشي عندها ديريكت وتهضر معاها الا استفدتي من هذا البوين دو روبير اللي تنعطيك دابا. ما تشدك لا دهشه لا استحمص. تلاقى دابا مع ترامب، تلاقى مع الملك، تلاقى مع اي واحد تقول له السلام عليكم بخير خويا العز هو هذاك، مع عادي ما تحس بحتى شي حاجه. الا خليتي الصوره ديال مجموعه ديال القرادس، يعني جمع قردوس او قرد، المجموعه ديال القرادس فوق واحد الحجره طايرين في الفضاء. راه هادشي اللي واقع دابا، راه حيت ما تنشوفوهاش. كمبيوتر داير بيك، التليفون من هنا، العمارات، الطوموبيلات، كاع ما تتشوف هادشي. ولكن الا طليتي من الفوق غادي تشوف فعلا مجموعه القرادس فوق حجره طايرين في الفضاء. فهذا راه بوين دو روبير. كاين اللي تيقول لك اوكي وشوف الا كنتي غتهضر مع بنادم فكر بانه هو عريان.
تفكر ان هذاك عريان، بحال دوك اللي ما تيقدروش يهضروا قدام الناس في شي مؤتمر ولا في الجامعه ولا في شي حاجه، تيقول لك وتصور بان هذوك اللي تيتفرجوا فيك ولا اللي تيسمعوا لك كلهم عريانين. انا تتبان لي هذه ما تخدمش دائما، ما تخدمش دائما. تقدر تخدم واحد شويه وتحبس، ماشي بوين دو روبير صحيح. اللي صحيح اكثر هو اننا فعلا فوق حجره طايرين في الفضاء، مجموعه القرادس. تقدر تفكر كذلك ان هذاك الانسان راه تيخرط حتى هو بحالك بحاله، يعني ما كاينش فرق، انه داكشي اللي تدير انت راه حتى هو تيديرو عادي. ما كاينش انسان تيخرا حاشاكم وواحد ما تيخراش، كلنا بحال. فوالا تخيلوا مريح في الطواليت، هذه احسن من انك تخيلوا عريان. تخيلوا عريان شويه تتبقى تقول ما واش تخيلتوا مزيان، نو جالس في الطواليت عادي، شنو اش يوقع كاع. بوين دو روبير اخر هو ان من بعد 100 عام حتى واحد ما يعقل عليك، لا انت لا الناس اللي تتخايف منهم. هذه راه حقيقه، بان من هنا 100 عام غينتهي الذكر ديالك، سالينا. حتى واحد دابا ما مريح تيعاود على جد جدو. شكون اللي مريح هنا وتيعاود على جد جدو والقصص ديال جد جدو وهذه؟ ماشي جدو، جد جدو حتى واحد ما تيهضر ليه. يعني نقارض هذاك جد جدك، نقارض من الذاكره ديالنا بحال اللي ما عمرو كان. الناس اللي عاشوا في 1600 ولا 1700 ولا 1800 حتى واحد ما مسوق لهم. فوالا كانوا ما كانوش شنو كانوا تيديروا. فانت غادي تكون بحال هكا من هنا 100 عام ولا 150 ولا 200 عام، غتكون بحال هكا تمام. فعلاش غادي تخلع وتخاف وداكشي؟ بوين دو روبير الاخر اللي غادي نزيدك هو ان حتى واحد ما مسوق لك. هذه شويه قاصحه ولكن مهمه، داخله في هذه القضيه ديال ما تاخذش نفسك بجديه بزاف. راه والله ما مسوق لك شي واحد، حتى واحد ما مسوق لك، حتى واحد ما مسوق لك شنو لابس، واش داكشي اللي لابس جديد ولا قديم، واش داير الجيل ما دايرش الجيل، واش مقفض سروالك ولا ما مقفضوش، واش عينك حولين ولا ما حولينش، واش نضاضرك مغبرين ولا مهرسين. حتى واحد ما مسوق يقينا. علاش نقول لك هذه الهضره هذه؟ لان انت ما تتسوقش للناس. واش انت من تكون غادي في الزنقه تبدا تسوق للناس هذا داير بحال هكا، هذا داير، هذا لابس الفانيدي، هذا لابس الحمر، علاش لابس هذا هكا، علاش هذه، واش هذيك الجاكيطه جديده، لا الجاكيطه قديمه، لا هذه منين يكون جابها، واش هذه يلاه لبسها، لا شكون اللي مسالي لهذا الشيء هذا؟ حتى واحد ما مسالي لهاد الهضره، حتى واحد. كيما الناس، كيما انت ما تتسوقش للناس حتى الناس ما تيتسوقوش لك. سالينا. فما كاين حتى شي سبب انك تخاف من شي موقف ولا تخاف من شي انسان ولا هذه. هادو هما لي بوين دو روبير. يعني انا عطيتك غير مجموعه ولكن تقدر تزيد انت من عندك. رجع للطبيعه الحيوانيه ديالنا. راه ما كاين حتى شي سبب انك تخاف من واحد الانسان او تخاف او الدشار او هذه، ما كاينش، لا يوجد. كلنا تولدنا عريانين، حتى واحد ما تولد لابس، كل شيء تولد عريان، كل شيء تيخرا تيحزق تيبول تيمرض تيدفل تيتقيا، كلنا نفس الكمشه البيولوجيه. غير الثقافه دخلت من بعد وهذه، وهذا لابس وهذا عنده خدمه وهذا بريستيج سطع. ما كاينش هادشي في الطبيعه. الطبيعه ما فيهاش هادشي هذا ديال انت عندك شي ستاتي ولا شكون مسوق لك شي والو. الطبيعه فيها تتاكل وتتشرب باش ما تموتش وتتولد صافي. فتنتمنى ان هادشي اللي قلت لك يكون دفعه قويه نحو الامل. اوكي. مشكله مع هاد صحاب ديبرسيون هادشي ولا هاد الخوف ولا هادي، تتجاوبهم وتيجيو دوك صحاب عاوتاني جنود العداله الانترنيتيه تيبقى يقول لك ما درني صيفط لك انسان وهو مسكين مريض وهادي امو تدير دياليز وسلوكه وخرجوا ليها لي باري وانت جالس تضحك عليهم في المباشر. وانا راه نبغي نفشفش عليهم اصاحبي. عاد تفوج على الانسان. وشنو بغيتيني نقول ليه؟ صيفط لي نقول ليه واخا سير شوف بعد ما تبقى تصيفط لي انا اخو هاد الرسائل هادي الله يشافيك اخويا وسير شوف الطبيب. ورا ما باغي السيد باغي يفواج باغي. اوكي. الحلقه ديالي بدا يعيا شويه الاخوان، ف
غادي نزيد واحد شويه وخصني نتلاح باش ما يرجعش ليا المرض، ونغبر عاوتاني شي 2 سيمانات ولا 3 وتبقاو بلا بيا. ما تناخذ نفسي بجديه بزاف. اوكي اوكي فين كنا؟ عندي واحد المشكل مع البنات، كاع الدراري عندهم مشكل مع البنات، بحال اللي راه البنت ما نعرف، عندي مشكل مع البنات. ملي كنتعرف مع شي وحده وكتعجبني كنمشي للدار كنقلب عليها اونلاين باش نجمع عليها اكبر عدد ديال المعلومات، واخا تكون معلومه صغيره باش تزيد تعجبني اكثر، المحقق كونان. ولكن مع المده وملي كنتلاقاو عاوتاني صافي داك الشعور ديال الاعجاب كيختفي، وكيبقاو غير كنبقاو غير في علاقه صداقه. اقصى مده وصلت لها في الاعجاب بشي دريه هو 10 ايام. كاينه اللي كتعجبني في الصباح وفي الليل صافي ما نبقى نحس والو من جهتها، وكاينه اللي كتسهرني سيمانه ومن بعد صافي كيختفيو جميع المشاعر. واش في نظرك هذا شي اضطراب نفسي فيا ولا هذا الشيء عادي؟ خرجت عليك الانترنت انت. وشكرا كالعاده على الوقت اللي كتضيعوا معنا، واسمح لي الا كان السؤال شويه صبياني. ما صبياني ما والو، هو ماشي صبياني، هو سؤال خرواني. الخطأ هو خطأ عميق ماشي خطأ سطحي. يعني انت نقول لك انت تفكيرك وتفكير كاع الرجال تقريبا، باش نكون معكم صريح، هو انكم سطحيين بسبب الطبيعه ديالكم. تنهضر معاهم بحال راه انا يا الدومه، بسبب الطبيعه ديالكم، او نقول ديالنا باش ما يتقلقش شي واحد، بسبب الطبيعه ديالنا اننا قال هو واحد الكلمه هي اللي غادي نبني عليها الجواب ديالي. فقال في معرض كلامه ماذا قال؟ قال لك كنتعرف على شي وحده كتعجبني، هذيك كتعجبني هي مصدر الشر. علاش؟ لان المفروض ماشي المفروض انك دير علاقه مع اللي تتعجبك، المفروض انك دير علاقه مع المناسبه ليك. هذا هو الشر اللي ضارب البشريه، هو هذا سيرتو من ناحيه الرجال. راه ما خاصكش الانسانه اللي تعجبك، خاصك الانسانه اللي تناسبك. داكشي علاش اغلب العلاقات تتمشي خلا من بعد واحد المده، شحال ما طولت تتمشي خلا، لان الراجل تيقلب على اللي تتعجبه ماشي اللي مناسبه ليه. اي واحد الان عايش في واحد العلاقه ومأزم، غنقول ليه سول راسك هذا السؤال هذا: علاش درتي علاقه مع هذه السيده هذه؟ اوتوماتيكمون غيقول لك عجباتني. تما فين كاين الخطا. ماشي ما غاديش يقول لي لقيتها مناسبه ليا. لو يقول لقيتها مناسبه ليا وي غتلقى علاقته مزيانه لانها مناسبه ليه. اما الا قال لك عجباتني، وهذه اللي خارجه على الرجال وخارجه على البشريه جماعه، تتعرف بان العلاقه غادي تمشي. كاين واحد الحظ صغير انها تقدر تكون مناسبه ليه بعد ان عجباته، ولكن نسبه ضئيله جدا. لا انا دخلت انا في ديال عجباته. وانا دابا ملي تنهضر تنبغي نصحح صاحبي، تنبغي نعطيكم واحد الدفعه ونصحح الاخطاء، بحال ملي تنهضر على الدراري وداكشي. راه ما تاخذونيش انا قدوه صاحبي، انا تنقول لكم غير شنو كاين، نقول لكم غير شنو كاين باش ما ديروش نفس الاخطاء. ف اللي تنصحك اخويا اللي ما عندوش حظ مع البنات، هو ان تتعرف على البنات. واحد سول هذا السؤال هذا ونيت هو اللي خصو يتقال، هو كيفاش غادي تعرفها بانها مناسبه لك؟ غتعرفها مناسبه لك من غادي تهضر معاها وتتعرف على الشخصيه ديالها وداك الشيء، تما غادي تعرفها واش مناسبه لك ولا لا، بغض النظر واش عجباتك ولا ما عجباتكش. ما تيهمش، تقدر بنت ما تعجبكش. ملي تنقولوا تتعجبك تنهضروا على انت مثلا باغي واحد يعني عندك واحد النسبه ديال الجمال في راسك، واحد لا باغيها. انا نهضروا بالارقام الاخوه، الارقام ساهلين. نقولوا نسبه الجمال هي 0 ل 10، يعني الطوب ديال الجمال هو 10
والطب ديال التخيبوعه هي صفر. اوكي، انت تتقلب بيان سور، انت تتقلب على اي حاجه قريبه ل10، يعني باغي ديها انت ملكه الجمال، ولكن راه تقدر تكون هذيك اللي مناسبه لك 7. شتي فين كاين المشكل؟ فمن الاحسن انك تاخذ هذيك 7 وتعيش حياه مخيره وعلاقه مخيره، على انك تاخذ 9 وتعيش الويل، لان 9 ماشي مناسبه لك. بيان سور تقدر تجيب 6 في اللوطو وتكون 9 تلقى 9 وهي مناسبه لك، ولكن قليل الحظ في هذا الشيء هذا. تقدر انت تكون حسب المؤهلات ديالك تتقلب على 7 ولا على 6، ولكن المناسبه لك هي 4 ولا 3. فهنا ما غاديش تقول نو بغيت شي وحده احسن من هذه، حيت كاينين. انا نقول لكم مثال لان بان لي هذا الشيء جاكم صعيب واخا هو سهل. كاين مثال نعطيه لكم انايا ساهل وغادي تكونوا ربما كاع عشتوه نتوما. شحال من واحد تعرف بنت ولا بنت تتعرف راجل وتتكون مفاهمه معاه، ما هما ماشي في علاقه، ما كاين حتى شي علاقه بيناتهم، غير مفاهمين لواحد الدرجه عجيبه. يعني تتلقاه حتى عندهم واحد التفكير متناسب ومتناسق وتفكروا تقريبا بنفس الطريقه وعندهم نفس الاهتمامات والامور طوب، ولكن ما عمره يفكر يدير معها علاقه وهي ما عمرها تفكر، حيت هو باغي احسن منها شويه ولا هي باغا احسن منه شويه. يعني هاد السيده هي مثلا 5 وهو تيقلب على 7، واخا هذيك 5 هي اللي غادي تعيشوا في السعاده، غادي يعيش واحد السعاده يعني طوب، ولكن هو باغي 7. هو تيحس بانه هو يستاهل 7، ولا هي تتحس بانها تستاهل 7. وهذا هو الخطا اللي تيديروه، هو هذا الخطا. لقيتي وحده مناسبه لك، هذيك هي اللي تاخذ، هذيك هي اللي دير معها علاقه، ماشي تاخذها انت نهضروا بحال خنشه الطحين. هذيك هي اللي تحاول دير معها علاقه، ماشي تقول لا نقلب على اللي غادي تعجبني، ديك 7 ولا 8 اللي غادي تعجبني، انا نستاهل 8 نستاهل 9. وراه كاين اللي عايش مع 10 وعايش في الجحيم، وهذا الشيء بالتجربه. ف تنتمنى هاد الشيء يعاونك صديقي وتستوعبوا مزيان.